السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتنا انجينيرنج ساينس. حب مجال العربيات اشترك في القناة وفعل الجرس. هنتكلم عن نظام ال ETCS أو الإلكترونيك ثروتل كنترول سيستم. هل حد فينا واجهته مشكلة وهو سايق العربية بيدوس على دواسة البنزين، لا سرعة العربية بتنخفض تدريجيا مع انخفاض ال RPM وتبدأ العربية تكن معاها زي ما بنقول؟ طبعا كان العربية بتدخل على حاجة اسمها السيستم الفيل سيف مود، وده احد اسبابه الرئيسيه عطل في منظومه ال ETCS، ودي هنتكلم عنها ببساطه. طب هنا الموضوع بنشبهه ببساطه كأنك بتعلي زرار الكاسيت وبتوطيه لما بتدوس على دواسه البنزين او بتشيل رجلك من عليها، بتدوس بزاويه كبيره او باقل، بالتالي انت بتفتح الزاويه او بتقللها. طيب المنظومة بتتكون بكل بساطة من دواسة البنزين، كنترول المحرك، والبوابة نفسها الكهربائية، وبالتالي البوابة بتدي الاستجابة عشان تشغل عدد لفات المحرك. طيب والنظام دايما شغال تمام، بيعمل الشيكينج على كل الكومبوننت بتاعته، سواء أسلاك الضفيرة بالكامل أو الأجزاء نفسها. طيب فالطبيعي انت لما بتيجي تدوس على دواسة البنزين ايه اللي بيحصل؟ في حساس على الدواسة بيدي الإشارة للكنترول، تمام، فالإشارة بتروح تفتح البوابة بالزاوية اللي انت دوست على البدال بيها. وبالتالي هيبدأ الموتور اللي على البوابة يفتح بالزاوية اللي الإشارة راحت له بيها، 10 20% 30% وهكذا، تمام، زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هيبدأ السيستم طبعا بيعمل الشيكنج، دايما يتأكد ان حالة التشغيل العربية او حالة التشغيل طبيعية، مفيش اي مشكلة فيها ومفيش اوت اوف رينج فيها. طيب في حالة التشغيل غير طبيعية، لما انت بتدوس على دواسة البنزين بيجي يعمل الشيكنج، ما بيديش كل المنظومة اوكي، في عندنا حاجة بالاحمر نون جود، او دي كده فيها مشكلة. طبعا المشكلة وارد تكون في اي مكون من المكونات اللي احنا قلنا عليها ديت، او اسلاك الضفيرة نفسها، ممكن يكون السي بي يو او الحساس اللي على البوابة اللي خاص بالفتح. وبالتالي العربية هنلاقي مفيش استجابة من دواسة البنزين، وتبدأ العربية سرعتها تقل وتبدأ تخش على الفايل سيف مود. وده ليه؟ عشان هو بيعتبر الأمان ده كأولوية ليه بالنسبة لأداء العربية. وطبعا زي ما شفنا كده مكونات المنظومه، لو حصلت المشكله معاك فجاه ولقيت البدال فصل معاك او كده، يبقى كده في مشكله في المنظومه، فانت سوق العربيه بتاعتك على مهلك لحد ما يتوجه لاقرب مركز خدمه ليك ويشوف ايه القطعه بالظبط او الفشل في انهي نقطه بالظبط في العربيه. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.